ونحن نأمل من الله جل وعلا أن يكون هذا الوقت وهذه الأيام هي أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن وفي غيره. قد ظلموا، أشركوا بالله وأكثروا من الشرك بالله، عبدوا القبور والأضرحة ودعوها من دون الله، فظلموا فيما بينهم وبين الله بالإشراك به وبمعصيته، وظلموا العباد، ظلموا العباد في سفك دمائهم، في أخذ أموالهم، في انتهاك أعراضهم، ظلموا العباد في تخويفهم وترويعهم وإهانتهم، فقد استوجبوا سبب الهلاك، ولعله قد جاء وقت هلاكهم، فنرى ما لم نكن نراه من قبل من أن الناس قد بذلوا الأسباب وتهيأوا لجهادهم واستعدوا لدخول البلدان التي يسيطرون عليها بالسيف والسنان. جميع الأطراف في بلاد اليمن من جيش وقبائل وعامة الناس وسائر المواطنين تراهم قد أجمعوا رأيهم لتخليص هذا البلد، بلد الإيمان والحكمة، من الرافضة الظالمين. فلعله قد حان وقت الهلاك لهذه الفئة الباغية الظالمة، ولعله قد جاء زمن أخذ الله جل وعلا لهم بعد أن أخرهم وأملى لهم وابتلى بهم العباد لحكمة علمها سبحانه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل أيامنا هذه أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم. اللهم قو عزائم المسلمين لاستئصالهم. اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين، اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين. اللهم اخذل الرافضة الظالمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت صفوفهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، واجعل سلاحهم غنيمة للمسلمين بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز.